تبدأ أحداث فيلم أحمد وأحمد بعودة شاب يدعى أحمد سامي إلى مصر بعد سنوات من الغربة، باحثا عن بداية جديدة بعدما فشل في مشروعاته بالخارج. في نفس الوقت يظهر شخص آخر يحمل نفس الاسم، أحمد عادل، يعمل في تجارة غير مشروعة ويتورط في صفقة كبيرة تنقلب عليه وتجعله مطاردا من عصابة خطيرة ومن الشرطة في نفس الوقت. في يوم عودة أحمد سامي يصل إلى المطار بالتزامن مع عملية مطاردة كبيرة تخص أحمد عادل. بسبب تشابه الأسماء تختلط الأمور على الشرطة والعصابة معا، ويبدأ أحمد سامي في التورط في سلسلة من المواقف الغريبة والمضحكة دون أن يعرف السبب. كل من يحاول مساعدته يزيد الأمور سوءا، ومع الوقت يبدأ يكتشف أن هناك شخصا آخر يعيش نفس الفوضى بسبب هذا التشابه. يحاول أحمد سامي الهروب من كل ده، لكن القدر بيجمعه وجها لوجه مع أحمد عادل، وهناك يدور حوار مليء بالدهشة والاتهامات قبل أن يكتشف أن حياتهما تشابكت بسبب حادث قديم له علاقة بوالد أحدهما كان سببا في تغيير مصير الآخر دون قصد. ومع تصاعد الأحداث يضطر الاثنان للتعاون سويا لتصحيح الموقف وكشف العصابة الحقيقية. تبدأ مرحلة جديدة من الأكشن والمطاردات، يتحول فيها الصراع إلى مغامرة مليئة بالكوميديا والمفاجآت، خصوصا لما يبدأ كل واحد فيهم يستغل الشبه بينهم لخداع العصابة والشرطة في نفس الوقت. مع مرور الوقت تتطور بينهما علاقة غريبة تجمع بين الاختلاف التام والتفاهم المفاجئ، إلى أن تصل الأمور لمواجهة نهائية حاسمة. في النهاية يقبض على أفراد العصابة بعد معركة كبيرة، ويتم تبرئة أحمد سامي من كل التهم، بينما يلقى القبض على أحمد عادل بعد أن يضحي بنفسه لإنقاذ سامي من الموت. تمر الشهور ويظهر أحمد سامي وقد بدأ مشروعا جديدا في حياته بثقة وتجربة مختلفة، بينما يقضي أحمد عادل عقوبته في السجن بابتسامة رضا، كأنه وجد راحته أخيرا بعد حياة طويلة من الجري والخطر. تنتهي القصة بمكالمة طريفة يتلقاها أحمد سامي من رقم مجهول يسأله: محتاجين أحمد في شغل مهم. فيضحك ويغلق الهاتف قائلا: مش أنا المرة دي يا جماعة، لتغلق الصورة على ابتسامته والموسيقى الساخرة التي تعيد روح الفيلم من أوله. بعد انتهاء المكالمة الساخرة يظهر مشهد ختامي يربط بين الماضي والحاضر. الكاميرا تنتقل إلى داخل السجن، حيث يجلس أحمد عادل في زنزانته يقرأ الجريدة، فيشوف خبر نجاح مشروع أحمد سامي في أحد الصحف، فيبتسم بهدوء كأنه مطمئن إن التضحية اللي عملها ما راحتش هدر. في اللحظة دي يدخل أحد الضباط ليخبروا إن التعاون اللي قدمه مع الشرطة ساعدهم في كشف شبكة أكبر من العصابات، وإنه ممكن يحصل على تخفيف للعقوبة بسبب مساعدته. أحمد عادل بيرفع عينه للضابط وبيقوله جملة مؤثرة: كل واحد فينا محتاج فرصة تانية، بس لازم يدفع تمن الأولى. ينتقل المشهد بعدها إلى أحمد سامي وهو بيفتتح فرع جديد لمشروعه، وبيظهر معاه بعض الشخصيات اللي كانت واقفة جنبه في أزمته. الكل بيضحك وبيحتفل، والموسيقى بتبدأ ترجع لنغمة البداية اللي بتمزج بين الكوميديا والحركة. في اللقطة الأخيرة بيقف أحمد سامي على سطح المبنى الجديد وقت الغروب، ينظر للسماء بابتسامة كأنه بيكلم أحمد عادل في باله، وبيقول بصوت هادي: ما كنتش أعرف إن في أحمد تاني هيغير حياتي بالشكل ده. تنتهي القصة بلقطة للسماء، ويظهر عنوان النهاية على خلفية موسيقى تجمع بين الإثارة والدفء الإنساني، تاركة انطباع إن النهاية دي مش مجرد ختام، بل بداية جديدة لكل أحمد قرر يواجه نفسه. بعد تتر النهاية يظهر مشهد قصير إضافي After Credits يفتح باب لاحتمال جزء تاني من القصة. المشهد بيبدأ داخل مكتب في إحدى الدول العربية، رجل غامض بيتكلم في الهاتف وبيقول: أحمد عادل لسه عايش، واللي حصل في مصر كان مجرد البداية. الكاميرا بتلف لتكشف خريطة عليها صور لأشخاص وأماكن، من ضمنها صورة أحمد سامي بخط أحمر. فيبتسم الرجل وبيقول:
المرادي هنحتاج الاثنين. ينتهي المشهد على لقطة لظرف مغلق مكتوب عليه عملية أحمدين، والموسيقى بتعلو فجأة نغمة تجمع بين الغموض والتشويق. اللقطة الأخيرة بتكون في السجن، حيث يسمع أحمد عادل أحد الحراس بينادي باسمه لزيارة جديدة. بيقوم ببطء ويتجه ناحية الباب، وتظهر على وجهه ابتسامة غامضة فيها مزيج من الأمل والريبة، قبل ما تقفل الكاميرا على عينيه وتظهر كلمة يتبع. بعد ظهور كلمة يتبع، يبدأ مشهد تمهيدي سريع بيعرض لقطات متقطعة بعد مرور سنة على أحداث الجزء الأول. يظهر المشهد أحمد سامي وقد أصبح رجل أعمال معروف، لكنه بدأ يتلقى رسائل غريبة بدون توقيع، كلها بتحتوي على رموز وأرقام مرتبطة بالماضي اللي حاول ينساه. كل مرة يفتح فيها رسالة بيحس إن في حد بيراقبه. في نفس الوقت بنشوف أحمد عادل وقد تم نقله من السجن إلى مكان مجهول بحجة استكمال التحقيقات، لكنه يكتشف إنه مش في يد الشرطة، بل في أيدي جهة غامضة بتعرض عليه صفقة تساعدنا نكشف الحقيقة ونخرجك من هنا. المشهد يتنقل بين الاثنين في مونتاج سريع، كل واحد منهم بيواجه ماضيه بطريقة مختلفة. أحمد سامي بيحاول يفهم سر الرسائل، وأحمد عادل بيحاول يعرف مين اللي وراه الصفقة الجديدة. وفي لحظة ذروة بيتقاطع طريقهم تاني لما يتلقى سامي مكالمة من رقم مجهول بيقوله جملة واحدة: اللي أنقذك قبل سنة محتاجك دلوقتي. الموسيقى ترتفع تدريجيا، والكاميرا تقترب من وش أحمد سامي وهو بيقول: واضح إن الحكاية ما خلصتش. تنتهي اللقطة على ضوء قوي يملأ الشاشة، ويظهر بعدها العنوان الجديد بخط كبير: أحمد وأحمد ثناء العملية الصفرية. يبدأ الجزء الثاني العملية الصفرية بمشهد في الصحراء ليلا، حيث سيارة سوداء تسير بسرعة وسط العتمة، بداخلها أحمد سامي يمسك بالرسائل اللي وصلته ويحاول يربط الرموز ببعضها. فجأة بيظهر أمامه حاجز غامض، وتنزل مجموعة رجال ملثمين يسحبوه من العربية بعنف ويغطوا عينيه. ينتقل المشهد لمكان سري تحت الأرض، في أجهزة وشاشات كثيرة. بيظهر شخص غامض اسمه ماهر، مسؤول عن عملية استخباراتية سرية هدفها إسقاط شبكة دولية بتتاجر في بيانات الأشخاص والهوية المزيفة. ماهر بيقول لأحمد سامي: أنت مش هنا صدفة، في واحد اسمه أحمد عادل هو المفتاح لكل حاجة. ينتقل المشهد بعدها إلى زنزانة صغيرة في مبنى معزول. أحمد عادل قاعد يراجع أوراق وصور قديمة لحد ما يدخل ماهر بنفسه وبيقوله: فاكر لما قلتلك إن في فرصة تانية؟ جات دلوقتي. بعدها بيجمعهم في غرفة واحدة. أحمد سامي مذهول بيبص لعادل وبيقوله: أنا كنت فاكر إنك مت. فيرد عليه بابتسامة ساخرة: اللي زيي ما يموتش بسهولة. من هنا تبدأ المغامرة الجديدة، لما يضطر الاثنين يشتغلوا مع بعض ضمن فريق سري لكشف منظمة دولية بتستخدم تشابه الأسماء في تهريب معلومات وسرقات ضخمة للبنوك. لكن كل خطوة بيكتشفوا فيها إنهم مراقبين، وإن العملية اللي دخلوا فيها ممكن تكون فخ ليهم هما الاثنين. في وسط الأكشن والمطاردات بتبدأ ملامح الثقة ترجع بينهم، لكن في نفس الوقت الشك ما بيفارقش أي واحد فيهم، خصوصا بعد ما يكتشف أحمد سامي إن في خيانة داخل الفريق نفسه، وشخص قريب منهم بيشتغل مع العدو. تنتهي المرحلة الأولى من القصة بانفجار ضخم في مقر العملية، وبتظهر جثة شخص مش واضحة الملامح. الكل يعتقد إنها أحمد عادل، لكن الكاميرا في آخر اللقطة بتقرب على إيده وهو بيقبضها بخفة كإشارة إنه لسه حي. بعد الانفجار يبدأ الفيلم بفوضى كاملة. الشرطة بتطوق المكان، والجهة السرية اللي كان يشتغل معاها أحمد سامي بتتهمه بالتقصير والخيانة، خصوصا بعد اختفاء أحمد عادل وعدم وجود أي دليل على موته. أحمد سامي بيحاول يثبت براءته، لكن الأدلة كلها ضده: بصماته على المتفجرات واتصالات مجهولة خرجت من رقمه. بينما هو بيحاول يهرب من الموقف،
توصلوا رسالة صوتية على هاتفه من رقم غريب بصوت أحمد عادل بيقولوا فيها: اللي حصل مش صدفة، اللعبة أكبر مننا كلنا، ولو عايز تعرف الحقيقة روح لمكان بدأ منه كل ده. الرسالة دي بتخليه يسافر لمدينة ساحلية نائية كان فيها أول لقاء بينهم في الجزء الأول. هناك بيكتشف مخزن سري مليان ملفات وأجهزة تخص منظمة اسمها الظل، وهي المسؤولة عن كل الفوضى، وكان هدفها الحقيقي استخدام أحمدين كواجهة لعملياتها. في الوقت نفسه بيظهر أحمد عادل في بلد أوروبي بهوية مزيفة، بيخطط لوحده يقتحم قاعدة تابعة للمنظمة. نكتشف إنه تظاهر بالموت عشان يقدر يدخل جواهم من غير ما يشكو فيه. لكن لما يعرف إن أحمد سامي في خطر بيقرر يرجع لمصر سرا، وهناك بيتقابلوا من جديد في مشهد مؤثر وسط أجواء توتر وضباب. سامي بيقوله: كل مرة نتقابل فيها تحصل كارثة. فيرد عادل بابتسامة: يمكن الكارثة هي اللي بتعرفنا على نفسنا. يتفقوا يشتغلوا سوا للمرة الأخيرة، سامي يجمع المعلومات وعادل ينفذ الاختراق الميداني، وبيبدأوا عملية الصفرية اللي هدفها تدمير خوادم المنظمة وكشف أعضائها. في ذروة الأحداث بيكتشف أحمد سامي إن الشخص اللي خانه في الفريق الأول هو ماهر نفسه، اللي كان بيستخدمهم لتنفيذ خطته الخاصة بالسيطرة على المنظمة بدل تدميرها. بتبدأ مواجهة عنيفة بينهم في الميناء أثناء شحن بيانات ضخمة، وتنتهي بمشهد مطاردة سينمائي ضخم على السفن وسط انفجارات. في النهاية ينجح أحمدان في إسقاط المنظمة، لكن أحمد عادل يصاب إصابة خطيرة أثناء إنقاذ سامي من الموت. في اللقطة الأخيرة بنشوف سامي شايله وبيحاول يخرجه من الميناء وسط الدخان، وصوت الراوي يقول: مرات علشان تمسح الماضي لازم تدفع ثمن البداية من جديد. الكاميرا تبتعد ببطء على البحر المشتعل وتظهر كلمة: النهاية أو يمكن البداية. بعد إنقاذ أحمد سامي لأحمد عادل من الميناء بيتم نقله للمستشفى وسط حراسة مشددة، لكن المنظمة ما زالت على قيد الحياة في بعض فروعها. أحمد سامي بيقرر يكمل ما بدأه لوحده ويدمر ما تبقى من ملفاتهم، مستعينا بنسخة احتياطية من بيانات العملية الصفرية اللي حفظها في قرص مشفر. بعد شهور من المتابعة بيتمكن من كشف أسماء شخصيات سياسية ورجال أعمال متورطين في تمويل الشبكة، وبيسلم كل الأدلة للجهات الرسمية. أحمد عادل بيتعافى تدريجياً، لكنه بيختفي من المستشفى قبل الإفراج عنه رسمياً، وبيسيب رسالة مكتوب فيها: بعض الحروب لازم تنتهي في الظل. بعدها بيعرض مشهد لأحمد سامي وهو واقف على الشاطئ وقت الغروب، بيرمي القرص المشفر في البحر وبيقول في صمت: يمكن دي المرة الوحيدة اللي هنعيش فيها بسلام. الكاميرا تبتعد والموسيقى تصعد تدريجيا، وتظهر لقطة لأخبار في التلفزيون بتعلن عن انهيار شبكة الظل بالكامل وعودة الاستقرار. في اللقطة الأخيرة بيظهر أحمد سامي داخل شركته الجديدة، بيتصل عليه رقم غريب، يبتسم ويغلق الهاتف بدون ما يرد، ثم يلتفت للكاميرا ويقول بابتسامة: اللي حصل مش هيتكرر تاني. النهاية اعملوا لايك واشتراك لو حبيتوا القصة.